أشكر ممثلية المرجعية على هسه يقول واحد المنهج اذا هذا موقع في ايش وقت انا هسه بس ادق بكان هذا حق على الرجل علم الساحق لا راح يطحنا طحن الان بس اقول لي السلام عليكم. أشكر ممثلية المرجعية على هذا التكريم اللي حقيقة ما استحقه، واللي يستحقه فعلا هم أساتذة الحوزة وطلابها والخطباء الثقات، اللي كل شخص بيكم هو إنسان مؤثر، لكن ممكن يكون مؤثر ب5 أشخاص 10 ممكن 100 ويكون هو الشخص اللي يقتدون به، ولا تسترجلون واحدة خير لك مما طلعت عليه الشمس. فممكن يعني انت بهذا كلامك تكون احسن من اللي يصنع محتوى وهو عنده ملايين المتابعين، لان هذا بهاي الملايين دا يحرفكم كلهم عن الحقيقه. وانت هذا الله شكبره وهذا الله شكبره. هسه الان بس بذول ال5 نجيتهم وهديتهم للطريق الصحيح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. سبحان الله والله مو من اللي ما يعرف يمضرط بس اكفوا لي هسه. هسه هاي شوفهم. انا هسه الان راح ارد عليك في مسألة عمر بن الخطاب. سأكفولي هسه شوفهم هاي الشغل. عمر بن الخطاب يسأل هذا: حدثنا ابو معاوية عن أعمش عن زيد بن وهب قال: مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حذيفة فقال عمر: هل اقوم له؟ فقال له: بالله عليك بالله عليك منهم انا؟ قال: لا ولن اخبر به احدا. حذيفة اكيد ما راح يقول له انت من المنافقين. حذيفة مو احمق. حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون الى عذاب عظيم. أصلا على حذيفة ب 12 من المنافقين فقال: 6 منهم تكفيهم الدويلة سراج بالنار ياخذ. هذا ذكر مات عمر بن الخطاب قال رحمه الله: إذا مات أن يحير على حذيفة فصلى عليه ولله أحدنا منهم فقال: لا. بس المهم عمر بن الخطاب يسأل حذيفة: هل هو من المنافقين؟ ترى بكاد انت تقول الان عينا ان ما نهدي الناس للحق، بس هيدي اسالك سؤال واحد. احنا جاي اليوم جاي تسوي ذاك اليوم من قالوا على عمر يا ابو حنيفه طاغيه، ليش يعني ما قبلت؟ ليش هسه هذا اليوم السني اخوي السني من اشوفه بالانبار بالرمادي باكر عقبه من يقول روح امام الله ما عنده حجه، ليش يعني؟ انت اليوم تريد الناس زين. هسه هاي اسانيد كلها صحيحه، اسانيد هاي كلها اسانيد صحيحه، شوفهم حتى رقم الصفحه ورقم الدليل ورقم كل شيء والكتب. اللي يدخل يروح يراجع. والله الحكم لكم الصراحه، والله هذا قرار بكان تهدي الناس. هذا والله قرار بكان انك لا تهدي من تحب ولكن الله يهدي من يشاء. هذا واحد القول الاخير عليك.